السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفه جديده. الوصفه تاع اليوم عباره عن 3 لي بصوص روج ولا 3 لي بصلصه حمراء. تبعوني في هذا الفيديو نشوفوا الوصفه والمقادير المضبوطه لهذه الوصفه تاعنا. اول شيء عندي اون كويس تاع دجاج، عندي 2 مغارف تاع طماطم مصبره، عندي كميه تاع حمص مشمخ، وعندي توابل اللي هي مغرف كبير مغرف صغيره تاع كزبر مرحي، نصف ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، نصف ملعقه صغيره تاع فلفل عكري، وربع ملعقه صغيره تاع قرفه، وملح حسب الذوق. عندي 3 سنينات تاع ثوم ونصف حبه بصل مرحيين، وعندي ساشي تاع تليتلي، وعندي الزيت والماء للمرق. دونك في هذه الوصفه تبعوا معايا الخطوات. اول شيء فتحت الساشي تاع تليتلي اللي هو 500 غرام. 500 غرام راح ضفته في كسكاس بعد ما حطيت حطيت الماء في القدره يغلي بطبيعه الحال باه نحطه يفور. دونك ضفت ليه شويه تاع الزيت باه ما يتلصقش تليتلي كيما يفور. لهنا راح نفورو تفويره واحده فقط. دونك حطيت الكسكاس تاعنا فوق القدره اللي فيها الماء ديجا غلا، سي بون. نخليها مدة ربع ساعة من بعد نحيه. دونك من جهة اخرى راح نجيب مارميت كيما هكذا، نضيف لها كمية تاع الزيت، ونزيد ليها لاكويس تاع الدجاج ولا فخذ تاع الدجاج ولا اي دجاج عندكم ولا لحم عندكم انتم احرار. دونك راح نضيف ليها التوابل اللي قلنا، الكزبر والفلفل الاسود والملح وشويه تاع قرفه وشويه تاع فلفل عكري. ومن جهه اخرى ضفت ليه البصل والثوم المرحيين، وراح نضيف لهنا الحمص اللي كنت ديجا خليته بايت في الماء يتشمخ. دونك لهنا عندي 2 ملاعق تاع طماطم مصبره، راح نحللها في الماء، راح نفتحها في الماء كيما هكذا بالطريقه هذه. دونك راح نضيفها مع المكونات تاعنا. ومن بعد راح نزيد نضيف شويه تاع الماء بالطريقه هذه. نزيد نضيف شويه تاع الماء للمرق، ونحط المكونات تاعنا يطيبوا مع بعضهم. من جهه اخرى لهنا بعد ما فارت لي الفوره الاولى ندير له فوره واحده فقط من بعد باه يتشرب المرق، باه ما يطيبش، باه يتشرب المرق غير ما يسخن برك. ضفت ليه نصف ملعقه تاع الزبده، وحطيته في قدره واحده اخرى ولا طنجره ولا واش عندكم هكذا. وراح لهنا المرق تاعنا طاب، سي بون. دونك راح نضيف المرق التليتلي تاعنا اللي فار فوره واحده فقط. ومن بعد كي ضفت له لاصوص راح نعاود نردو على النار باه يتشرب هذيك لاصوص بالطريقه هذه. ونضيف لاصوص بطريقه تدريجيه حتى ينضج التليتلي تاعنا، حتى يطيب بطريقه تدريجيه، ونخلط باه ما يتلاصقش حتى يطيب التليتلي تاعنا، حتى ينضج، حتى يتنفخ كيما نقولوا هنا. دونك لهنا بعد ما طاب التليتلي تاعنا جبت صحن تقديم بالطريقه هذه. راح نضيف ليه التليتلي تاعنا بعد ما طاب، هاوليكم كيفاه جا. دونك راح نعدل التليتلي تاعنا في صحن تقديم بالطريقه هذه بملعقه. من بعد راح نزين طبق التقديم تاعنا. عندي لهنا بطاطا مقليه
هذه بطاطا مقليه قطعتها هكذا وقليتها للتزيين فقط. وعندي بيض مغلي. ولا هنا الفخذ تاع الدجاج حمرته شويه في الفور، من بعد راح نزيد نضيف ليه الحمص اللي كنا ديجا طيبناه مع المرق. دونك هذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تجربوه في بيوتكم. والسلام عليكم ودمتم سالمين.